وحشتني مينيسوتا. عاوزني أبقى سعيدة، لكن أنا عارفة إن ده هيضايقني. أنا عاوزة صحابي القدام وفرقة الهوكي كلهم. رجعوني بيتي، ما تزعلوش مني. الطفلة رايلي انهارت من الحزن عشان سابت بيتها وصحابها. أطفال كتير بيخافوا وده عادي. أطفالنا زي رايلي عندهم مشاعر وبيتعلموا وبيتكعبلوا وبيقوموا، ومهم قوي نشجعهم ان هم يعبروا عن المشاعر دي ونعلمهم ازاي يعبروا عنها، وان دي حاجة مش عيب ولا ضعف منهم. وعشان كده محتاجين نقول شوية خطوات عشان نساعد أطفالنا ان هم يعبروا زينا زيهم. أول حاجة ان احنا نسمي المشاعر، نشجعهم يقولوا المشاعر اللي حاسينها. مش عارفين يوصفوها، ممكن نديهم اقتراحات. حاسس انك زعلان، يمكن خايف، يمكن متوتر. نسمعهم بعد كده من غير مقاطعة، سيبهم يحكوا زي ما هم عايزين قد ما يقدروا، ما نقطعهمش. واخر حاجة محتاجين احنا كمان نبقى قدوة ليهم ويشوفوا نموذج تعبير عن المشاعر من عندنا. محتاج يسمع من الاهل ومن اللي حواليه، انا حاسس اني متضايق، انا يمكن متوتر شوية، محتاج ارتاح. كل ما يبقوا بيشوفونا واحنا بنعبر عن مشاعرنا هيتعلموا هم كمان يعبروا.